عملت ايه؟ خليتها ماشيه بجنب في جنب لا. كمل. ميز هو قاعد دلوقتي. كمل يا حبيبي. ايوه انا حلقه سامعك باظت، سامعك. كمل. ايوه كمل. انا فاكر ان انا كملت الماراثون كله على الونش اللي كان شايل العجل. اهلا بيكم وحلقه جديده في بودكاست قهوه بلدي. عمرو اديب قوي صح. مش هتكلم يا جماعه، انا ما اعرفوش الراجل ده. ما اعرفوش الراجل دوت دايما بيتكلم كده. ده بالذات لما هو بيجي يدخل عليا التشانل اللي احنا بنقعد فيها او الديسكورد بتاعنا. بالمناسبه هنسيب لكم الرابط بتاع الديسكورد بتاعنا. تمام. بيجي برضك يقول لي نفس الجمله. اهلا بيكم، يا مرحب يا مرحب. يا هلا يا هلا. لا وانا متخيل مايز وهو بيجي مثلا يبقى ماسك المايك كده. تمام، ابنه كده حرفيا ويقرب منه قوي كده وبيتكلم كده بالراحه. ازيكم، عاملين ايه؟ فهو في حاجات غريبه كده بيعملها. المهم. طيب حلقه جديده طيب. ويا رب آه. تعجبكم. شكرا جدا للفيوز اللي ابتدت تعلى، انا بجد مبسوط. انا ما كنتش متخيل ان يبقى في تحسن. دي حاجة كويسة وبجد مخلينا عايزين نكمل وشايفين ان احنا في احسن كل يوم. بالنسبة للكومنتات شكرا لأمي وأبويا، هم بس اللي بيكتبوا كومنتات، ما حدش تاني بيكتب كومنتات. والله اللايكات كمان ابتدت تزيد برضه ابتدت على تزيد على شويه. الحلقات القديمة والحلقة اللي فاتت برضه مم. ابتدى يبقى في ناس ما نعرفهاش. ده كده بنشكركم انتوا، بجد والله الاول شكرا قبل ما جدا. اي حد. شكرا جدا ويا رب يكون في تحسن. احنا ما كناش متخيلين اصلا ان احنا الموضوع ده يكمل، بس بجد لقينا في قبول من الناس، دي حاجة عجبانا. يا رب بس ما احنا بقالنا نتحطش في 7 حتة حد فيديوهات. بيسف علينا، انا مش عايز نتحط في لا لا الحتة لا دي. لا لا. بص خليك كده يعني بص. احنا قلناها قبل كده مع بعضينا بس ربنا يستر. تمام. عشان ديت مش هتنفع. احنا برضك بمناسبة الموضوع دوت احنا قلنا خد الخازوق. تمام، واستقبله بالراحة. ماذا قال يونس قيصر عندما طعنوه في الخنجر؟ واستقبله عادي. بالراحة بالظبط. بس. طب والله قول لي يا بيشو كده، واستمتع. انت احساسك ايه واحنا بنصور دلوقتي الحلقة الثامنة؟ التامنة لا الصراحة بجد هو شيء خرافي الصراحة. يعني ان احنا نكمل في حاجة زي كده. انا ما كنتش متخيلها الصراحة. بدليل ده ان شيء. احنا في ناس كتيرة قوي من اللي حوالينا بالذات ما كناش متخيلين ان احنا هنكمل. اه ده حقيقي. واحنا عملنا عكس اللي هم متوقعينه جدا، وده اللي بسطني جدا. ده تمام. حقيقي. ان احنا عملنا حاجة غير متوقعة للناس كلها اللي كانت حوالينا بالذات من صحابنا، من الناس اللي احنا نعرفهم قوي. تمام، انا مش بتكلم على العيلة الكلام دوت ماليش لا دعوة لا لا، بيهم. انت بنتكلم فاهم على انا اقصد اصحابنا مين يعني اللي بالذات. ما كناش متخيلين ان احنا نكمل في حاجه زي كده. يعني في واحد بالظبط. صاحبنا من كام يوم كان بيقول لنا ان احنا انتوا عملتوا حلقتين ولا 3 حلقات، نقول له احنا هنصور الحلقه فقلنا الثامنه له يا بعد ابني بكره احنا يعني. 7. يعني احنا منزلين يا 7 ابني 7 وبنصور تنزل الثامنه. اصلا. دي حاجه بسطاني بصراحه ان احنا مكملين في الموضوع. طيب. لا وعجبني قوي ان هو اخدها بشكل سخري صح ده في وقتها حقيقي. يعني. ده بس حقيقي. خدها بشكل سخري قوي. المهم. طيب قول لي يابا خلينا اللي نبدا عندك. الحلقه. الحلقه النهارده زي ما هتشوفوا في عنوانها هي عن الروتين بشكل عام. هل الروتين دي حاجة وحشة؟ هل الروتين حاجة حلوة؟ هل بنحبه؟ هل بيفيدنا؟ هل تقيل علينا؟ كل ده هنعرف في وسط الحلقة. خلينا نبدأ كده بسؤال ليك يا بيشو. انت قول. الروتين بيمثل لك ايه في حياتك؟ هل حاجة مهمة؟ حاجة مش مهمة؟ ايه شايفه ازاي؟ لا انا ما بحبش الروتين. يعني انا وانت احنا عارفين النقطة ديت، انا وانت ما بنحبش الروتين خالص. مهم. فاهمني؟ ففكرة الروتين بالنسبة لنا لا ده حاجة وحشة جدا. نو روتين. نو روتين يا باشا معلش يعني. بس كان زمان احنا مجبورين على الروتين بالذات في الدراسة. ده الحلقة اللي تمام. فاتت ماشي. مهم. احنا بنعمل اعلانات للحلقات بتاعتنا. نعمل لنات الحلقة اللي فاتت. عارف انت الدحيح، شوف الحلقات اللي فاتت في الحلقات اللي جاية. ايوه شوف الحلقات ديت. ايوه ايوه. آه. بالنسبة للدراسة لا هو الدراسة كان فعلا فيها روتين جدا. آه. جرب كده تخش كده على
المدارس تمام، اول ما هتصحى من النوم تظبط نفسك، تصحى من النوم تغسل وشك مش عارف ايه، تفوق كده. لو بتشرب حاجة او بتاكل مثلا لقمة قبل ما بتنزل الدراسة، وده انت كده تبقى جامد جدا. ده طبعا مستحيلة في مصر عندنا، ماشي، ان الناس ديت بتصحى من بدري قوي للدرجة دي. تمام. ايه يا اسطى لا بقى لو هو بقى مطبق بقى، ايه يا فاهمني. اسطى انت عارفني انا بصحى 5 الفجر كل يوم. ماشي يا حبيبي، انت متعود على كده، ده مش في ايام الدراسة. معلش يعني، لا خلينا لا مقتنعين. لا، وامي تكتب في لا الكومنتات بتهزر. استنى، انا ما عمري ما حد صحاني للمدرسة. طب لا لا، استناني بقى، استناني، قول. انا عايزك انت تكتبي كده يا ماما معلش، عشان ايه تعرفينا هو فعلا ما تمام حصلش. كان كانوا بيصحى من بيصحوني بدري ولا اذاكر، لا. كانوا بيصحوني اذاكر بس عمرهم ما صحوني للمدرسة. انا اول واحد بيصحى في البيت كله. يا ما شاء الله، ده انت اللي بتصحيهم. اه انا ما كنت بقوم تعمل لهم انا الفطار. اه والله انا كنت بقوم اصحي امي عشان تعمل لي الفطار. اه والله انا كنت بصحى 5 لا الفجر اقوم كنت انت اصحيها، بقى، انت فاهم. تعرف بقى لو كنت بتعمل انت الفطار، دي اللي كانت تبقى حاجة كنت جامدة بنزل اجيبه صراحة. بصراحة. اه. بنزل اجيبه سلام. يعني. انا كنت بصحى الصبح يا الساعة ولا. 5 انزل اصلي الفجر واطلع م. بطعمية سخنة وعيش فينو. لا انا امي كانت بتصحيني بالشبشب عادي، مم. فاهم. فتمام يعني، فتمام، اغلبيتنا كده، فتمام قوي. طيب خليني اقول لك انا شايف الروتين ازاي. بصراحة اه انا ما بحبوش. احنا متفقين في الحتة دي، انا فعلا ماشي، ما بحبش متفقين الروتين. على ده. تمام. تمام. بس في فترة من حياتي ابتديت استغل الروتين، فاهم؟ بمعنى امم. اللي هو انت في فترة مثلا محتاج فيها فلوس، تمام. امم. حلها ايه؟ ان يبقى في روتين. يعني هو انت يبقى في روتينك اللي هو ان انت الشغل. لا، هو مش الشغل بس، كمان ان انت تروح الشغل ترجع تاكل تنام، تروح الشغل ترجع تاكل تنام، تروح الشغل ترجع تاكل تنام. قعدت كده مم. فترة. هو ده كده شغل، اه هو ده بالظبط، كده قعدت شغل. كده فترة. تمام. اللي هو مم. بشتغل والفلوس اللي بتيجي ما بتتصرفش، لان مفيش، لان في روتين معين، ما مم. بتخرجش، ما بتعملش الرفاهيات دي كلها. لحد ايوه. ما طلعت من الأزمة المادية دي. وبعد كده بقيت عادي، بقيت بروح الشغل وبعد الشغل ممكن أخرج مع حد، يوم أجازتي بعمل اللي أنا عايزه، فاهم؟ لأن برضو مم. ما بحبش الروتين، فاهم. وابتديت أطلع من حتة فاهم. الروتين في الشغل بإني أغير في الشغل نفسه، إن الشغل نفسه ما يبقاش روتيني، ما يبقاش أنت بتروح تعمل نفس الحاجة كل يوم. نفس كل حاجة، لأن ايوه. دي من الحاجات اللي بتخنقني وبتخنقك، وكلنا عارفين الكلام ده. أنا ما بحبش أروح أعمل نفس الحاجة كل يوم. في ناس ممكن تقعد في الشغلانة سنين ما عادي. تغيرهاش. مم. المبيعات بشكل عام، ماشي. تمام، زيها زي الكول ماشي سنتر بس. برضو. الكول سنتر كول سنتر الكول سنتر مش مش روتين. روتين، مش روتين على قد ما هو خنقة حاطط السماعة على ودنك. صداع يا بيه. هو صداع. صداع، هو صداع. اه. انا بقولك كنت شغال في المبيعات وكنت بتخنق من التليفونات. مم. يعني بالك لو شغال كول سنتر وحاطط سماعة على ودنك كل يوم، انا بتخنق لو قاعد اه. معاك بلعب 3 ساعات وحاطط سماعة على ودني. قصدك ايه بالكلام الماسخ ده يا لا، باشا؟ معلش السماعة يعني، نفسها قصدك بتخنقني. يعني، قصدك يعني السماعة ان نفسها. احنا قعدتنا يعني بتبقى خانقه يعني، يعني قصدك ان احنا قعدتنا بتبقى خانقه يا جماعه؟ ده تصريح من ميز ان قعدتنا بتبقى خانقه مع بعضينا، تصريح تمام. مين يا بس اسطى؟ خليكم شاهدين. تصريح مين يا اسطى؟ معرفش. الناس انت بتخرج في بتصرح اول بالكلام الفيديو ده يا اسطى. دلوقتي. تصريح ايه؟ تصريح الناس بتخرج في اول الفيديو. الناس ما بتشوفناش اصلا. الناس بتشوف الانترو وتمشي. تصريح ايه؟ اه. طيب، انت شايف ان الروتين اللي احنا فيه ده دلوقتي، اللي هو كشغل ومش عارف ايه، امم. اوحش من الروتين لو انت متجوز وعندك عيال؟ يا نهار ازرق، ما فكرتش فيها دي. ايه رأيك؟ سؤال لولبي. لولبي، بيلولب كده. جامد. دحلاب دحلاب. ده بيمس. لا يعني الروتين بتاع الزواج ممكن هو اللي يبقى روتين، يتسمى روتين اكتر. بص هقول لك لكن على حاجة. كشغل ما اظنش. انا كواحد، انا ان شاء مم. الله ربنا يرزقني بنت الحلال يعني واتجوز ويبقى عندي اطفال. ان شاء انا الله، قول يا رب. عارف ان الروتين والمسؤوليات في الموضوع ده هيبقى انيل بكتير. مم. تمام. بس اللي هو ايه، انا واحد ما بيحبش الروتين، فلو
لو لقيتني محطوط في حتة فيها روتين هتلاقيني بفرك عشان اطلع منها، فاهم؟ انا لو لقيت ايوه نفسي في شغلانة بس فيها روتين بتخنق بسيبها، فاهم؟ بس انت عارف ايه اللي يمنع في الزواج الروتين؟ هي شريكة وانت حياة. بتقول زواج ليه؟ احنا مش بنعلم لغة عارف، عربية. مش عارف ليه. نعمل ايه يعني؟ مش عارف. نعمل واسلامة ما انا تتكلم ليه ما قلت الزواج صح؟ ما الجواز عادي، ايه الجواز يا اسطى الزواج؟ تمام. افتكر ان هو عامل مشترك يعني اه ما بين الاتنين. هو الروتين فعلا عامل مشترك. لو هو فاهم. انت بقيت حياتك كلها مجرد ان انت بتصحى تنام تصحى تنام تصحى تنام، اللي هو تعمل ده بس وتعمل الحاجات اللي في النص ديت، فمعنى كده ان هو بقى روتين. فانت اللي تقدر ان انت تمنع الحاجة ديت انت وهي مع بعض. مم. ماشي، بان انتوا مثلا تخرجوا، بان انتوا مثلا تقعدوا تهزروا مع بعض، تعملوا النهارده مثلا فيلم جديد، تتفرجوا على حاجة، ممكن تعملوا فكرة جديدة معاكم انتوا مع بعض كلعبة او اي حاجة. تمام. طبعا الخناقات ده بالنسبة لها في حد ذاتها ده مش روتين، فده بيبقى حاجة جدا ان هي منع الروتين نفسه. لا تمام. يا اسطى، ده روتين. ده انت لو مرتبط ولسه متجوزتش ده روتين. لا بس خلي بالك ده الروتين لازم. الروتين ده لازم. لا، ما هو الخناق في حد ذاته ده شيء اللي هو ايه يخليك ان انت مفيش روتين في حياتكم. يا عم هقول لك على حاجة. فاهم قصدي؟ ان هو كل شويه متجدد، انت مش يعني فاهم ايه السبب في لا، الخناقه. انا البيست فريند في حياة احدهم. اه تمام. اه يعني ايه؟ احنا بيست فريند وتكلمني نتخانق. متخانقه مع حبيبها عادي يا انا اسطى. مال امي، انا مالي، ولعوا مع بعض هي يبقوا متخانقه توز. مع حبيبها، هي متخانقه معاه، تمام، تطلعه على مين؟ على البيست فريند بتاعها. لا يا حبيبي، انا تمام. ماليش دعوة بالكلام ده، التفاصيل دي انا ليه ما يا اسطى؟ تخصنيش. ليه يا اسطى يعني؟ طب ماشي، تعالى يا عم، تعالى كده نتخيل ان هي ما جاتش مثلا قالت لك الكلام دوت، تمام، هتتخانق هي معاه وتكبر المشكله معاه؟ لا. وتكبر يا عم، تمام. وانا لا يا محلل، انا حبيبي، هي مالي. تيجي انت. انا تيجي مالي. عليك انت. ما يولعوا الجوز مع بعض، انا مالي يعني، احنا اصحاب. تيجي ده مش بيست نتكلم. فريند كويس على فكره. لا، ما أنا في فرق لما تبقى بيست فريند لا وتبقى المحلل، اللي هي لو اتطلقت منه لا هتيجي لا لا تتجوزك انت. في فرق. لا لا لا. فاهم؟ ما هو البيست فريند بقى محلل اليومين دول. ما اعرفش انا ايه الحوار ده بجد يعني، والله العظيم ما بهزر، بس انا بجد لما لو انا كنت صاحب حد قوي، وبالذات لو بنت أمم. يعني وارتبط، انا تلاقيني بخلع من الصورة بشكل معين، اللي هو بيبقى الكلام كل فين وفين، فاهم؟ لان مش عايز اخش انا في التفاصيل دي. انا لو مرتبط بواحدة مش عايز يبقى عندها بيست فريند بصراحة. فاهم؟ فاحنا بيست فريند لحد ما ترتبطي. نفس الحوار. انا نفس الحوار بعد يعني، كده ليه انا ليه ليه فريند كده؟ بس. ما اصل بص يا اسطى، وبقى وحياتك برضك ولا فريند بس على فكره. يعني انا بالنسبه لي، انا لو ارتبطت بالبنت خلاص ماشي، ما تمام ماشي، ما انا صاحبك واخوكي وحبيبك وجوزك يا وكل ولا. حاجه يا يعني. ولا. فاهمني؟ يا ولا يا فليه جامد. ليه تضحك مع واحد تاني؟ تمام. ليه نتكلم في النقطة ديت؟ نرجع للروتين تاني احسن اه، عشان تعال خاطر نرجع ايه. للروتين عشان تمام. عشان انا ما بحبش التدخلات ديت. بس انا لو دخلت هتعمق في الكلام وانا مش عايز كده الصراحة. طيب انت المهم. دلوقتي لو عندك يوم فاضي امم بتعملش حاجة خالص، تمام. ايه الروتين اللي انت بتفكر فيه عايز تعمله؟ انت رايق كده، قاعد رايق كده. يا اسطى انا بفكر اعمل حاجات كتير قوي لحد دلوقتي ما عملتش منها ولا حاجة. هو غالبا القرار دوت تمام. ده كان يجي يوم ماشي، وهي من السنة اللي هي الكبيسة اللي هو ممكن ما تجيش فيها، فاهمني؟ اليوم مم. دوت من سنة كبيسة فممكن ما يجيش. مم. تمام. دي الفكرة بقى بالنسبة لي بقى، انا لحد دلوقتي بقول يا اسطى انا عايز انزل مثلا الجيم. تمام. وهنزل الجيم وهروح واجي ومش عارف ايه، وهقضي اليوم عادي في الجيم وهنزل. باجي تاني يوم على طول اكسل اصلا ان انا انزل اصلا. فليه؟ ده ميدو ده. ميدو فاهمني؟ دفع اشتراك فليه الجيم نعمل وما كده؟ بينزلش. تمام. شوف صدقني انت قبل كده الحلال. دفعته برضك على فكرة برضك ما نزلتش. دفعت ونزلت اول يوم، تاني يوم بعد كده ما نزلتش باقي الشهر. انا اخر مرة دفعت الاشتراك وقعدت اسبوع بروح كل يوم الجيم، جت كورونا امم تاني اسبوع. لا ده انت اللي فيك مشكلة كده بقى. ده انت كده اللي فيك مشكلة.
والله ما انت عشان فكرت طب تاخد اقول لك خطوة على حاجه، تمام فالبلد كلها تموت، لا مش هينفع، اقول العالم لك على كله حاجه، مش هينفع كده. بعديها بشويه ظبطت الدنيا مش عارف ايه، والدنيا رجعت تمام. بعد كده ابتديت انزل الجيم. امم نزلت الجيم اسبوع، الاسبوع التاني اترفدت من الشغل. ربنا يستر على الحلقة. اه والله انا كل لما اجي احط نفسي في روتين، يا اما انا بخلع منه يا اما الدنيا بتتقلب في حاجه غلط بتحصل. يعني اللي هو انت عايز يبقى في امال إيه؟ روتين صحي او روتين يعني انا مثلا ما هو الروتين، الروتين يعني انا الوحيد، مش الروتين الوحيد اللي انا بواظب عليه، او امم الحاجه الوحيده اللي انا بعملها يعني، وبتبقى بيوم اجازتي او مش يوم اجازتي كله، لان الصبح بنصور. انا ايام اجازتي من شغلي بنقعد نصور او اه بنقعد نشتغل، فاللي هو ايوه بيبقى نص يوم كده بنزل احلق ايوه ده حقيقي، وارجع ده اتفرج حقيقي، على فيلم واشرب لي فنجان قهوه. ايوه. دي الحاجه يوم الوحيده الجمعة اللي انا بالذات بعملها. الكلام ده، اه يوم ده يوم الجمعه بقى. الجمعة بالذات. تمام. يوم الجمعه اللي فاتت ما نزلتش حلقت، انا هنزل احلق بعد التصوير. ايه ده؟ استنى، لا ده انا سيح لك هنا بقى ده. كلمني قال لي انا هنزل ومش عارف ايه، واجلنا كل حاجه كنا هنعملها تمام، وفي الاخر ما نزلش حلقت. ليه ما اه نزلتش قمت تحلق يا حبيبي؟ والله عرف الناس ليه ما نزلتش تحلق. نمت صحيت لقيت نفسي الساعه 12 بالليل. اه والله. بعمل ايه طيب؟ ومش عارف انام تاني، فاهم اللي هو طبقت بقى ونزلت الشغل بنام هناك، نمت في المكتب والله. اه الله خير خير خير. طيب. الحمد لله الحمد لله، انا حاسس ان الحلقه ديت جميله. حلقة تحفة، تمام. حلقة اه تحفة. اه عارفين اه بنقول اه ايه؟ ده حقيقي، فمش فاهم والله، مش فاهم. حسيت ان احنا الى لحظه ان احنا مش فاهمين احنا بنعمل ايه هنا. يا مرارتي طيب خلينا نرجع شوية. آه... لا ما نموتش كده، ارجع تاني فوق كده معايا. انسى انسى انسى، انسى ان هي تتشال، مش هتتشال. طيب آه. تعالى كده اما اسالك سؤال، بعيد عن اللي احنا بنقوله ده، الهبل ده. انت في روتين في حياتك اثر على حاجه انت عملتها قبل كده؟ روتين في بمعنى، حياتي أثر على اه حياتي عموما. اه اه احنا لو هنتكلم في روتين أثر على حياتي كلها، فهو إن أنا ما امم بحبش الروتين. ماشي، دي احنا عرفناها. مم. يعني مثلا الروتين، انت بسبب الروتين دوت مثلا خسرت ناس، اه فده اللي اثر كتير، في حياتك، ده فاهمني؟ كتير، ده كتير. فده اللي انا بكلم فيه، ان هو في موقف حصل زي كده. بيبقى في الأغلب شغل، بيبقى عندك صحاب مش عارف امم ايه وناس كويسة كتير قوي. امم فانت بتبقى عشان انت مش حابب الشغلانة او مش حابب الروتين بتاع الشغلانة دي بتمشي، تمام. امم والعلاقات بتتقطع بعد كده، فاهم؟ او ان مثلا ايه، امم مش بيبقى روتين او بيبقى مايند سيت بشكل عام ان انت دماغك في البيزنس او دماغك ناضجة شوية، دماغك بتفكر تمام. في الموضوع بشكل مختلف، فبتلاقي اللي حواليك دماغهم لسه صغيرة، فانت بتخلع امم من الموضوع ده. ممكن يكونوا ناس كويسة، ممكن يكون بقوا كويسين او كبروا شوية او دماغهم كبرت، بس انت ماشي. مش هتقعد تعالج بقى وتقعد تفهم، مش الكلام ده، فاللي هو بتخلع امم نفسك. فاهم؟ ده مش فهمتك روتين، بس فهمت. على قد اللي هي ايه، فكرة طريقة التفكير. امم تمام. تمام يعني انا من النوع تمام. مثلا ان انت هتيجي تكلمني في حاجة انا شايفها تافهة، امم هقعد معاك في التليفون وسامعك وكل حاجة، اقول لك تمام. اللي هو اخلص، عشان اللي انت بتقوله ده هبل. انا بالنسبة لي هقول امم لك كده. يعني الموضوع مش موضوع روتين على قد ما هو موضوع طريقة تفكيرك انت. امم فاهم؟ طيب، في روتين انت بتعمله طيب قبل ما تنام مثلا؟ لازم اشغل حاجة وانام، لازم في وتنام حاجة تبقى عليها؟ شغالة.
انا في اوقات برضك بعمل كده، بس اغاني بقى، اغاني تفضل الدنيا شغاله تبقى جنبي كده. ضلمة كحل وابقى مشغل حاجة، ده طبعا كده كده. ويا ريتني بشغل حاجة بتفرج عليها. انا بجد اول لما بشغل حاجة بنام في التتر بتاعها، يعني دي بقعد بالنسبه اتفرج عليها للتياترو شوية. المصريه. اه مم. يعني التتر بتاع اي حاجة بتفرج عليها يبقى الحاجة لسه ما بدأتش، ايا كان انا بتفرج على ايه بنام. ان بس لو ما شاء الله. فيش اي حاجة شغالة تلاقيني قاعد على السرير مش عارف انا بعمل ايه، قاعد بفكر بقى ودماغي بتسوحني في حاجات غريبة. هل فكرت قبل كده، تمام، مثلا في الاسئله اللي هي بعد الساعه 12 ديت، هو انا ليه ما كنتش فرخه مثلا الكلام ده؟ لا صدقني ببص والله اوقات والله عمري ما للسقف، فكرت في صدقني. الحاجات دي والله بس عارف ليه؟ انت بفكر فيها على مدار اليوم. اه، يعني فاهم، ما بتفكرش فيها قبل ما تنام، بس هقول لك، بتفكر فيها على مدار اليوم. انا الحاجات ان شاء الوحيده اللي الله. بتخليني ما افكرش كتير لو انا قاعد ما اعملش حاجه ان ابقى امم. بسمع دايما اغاني. امم. تمام، انا على طول حاطط سماعه واحده حتى وبسمع اغاني حتى لو بصوت واطي، امم. ما بيخلينيش اقعد افكر كتير. تمام. تمام، لكن لو جت لحظه صمت وانت سايق كده، اه، انت كده سرحت خلاص، انا شكرا. كده سرحت. وانا سايق امم. بالذات بتحصل معايا، وانا سايق بالذات. عارف انت ليه دلوقتي تبقى كده يا اسطى؟ سايق وقاعد وتفكر في حاجه، في حاجه جت في دماغي، ليه؟ اه، لان في صمت. قال لها ايه بقى؟ ما شغل بقى اغاني. شغل اغاني. شغل اغاني يا بيه، شغل اغاني، او كلمني زي ما احنا بنعمل على شغل، طول، يعني انا بخرج كلمني. من الشغل بتصل بشوي. يعني احترم نفسك، مش كده يعني. اه والله. اسمع، يعني لا قدر الله مش ناقصه يعني، وانت سرحان يعني مش ناقصه. انا بخرج من الشغل اكلم مش وانت بشوي، شوف لو بتشو، عايز حاجه وانت اجيبها له وانا بتهددها مروح كده. بتاع كده يعني. هو بيكلمني عشان يطمن عليا وبيشوف طلبات البيت معايا. ايوه. ايوه. الخدامه الفلبينيه بتاعت حضرتك، كمل كمل. 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 اقول لك بشوف بشوية علشان لو عايز اي حاجه في البيت. ماشي. خالها ده طب ميز، بشوي تصدق؟ بيكلمني امبارح في نص اليوم وانا في الشغل بيقول لي الباقه خلصت. اه، حقيقي. ده حقيقي. بقى خلصت تميز اشحنها لي، فاهمني؟ بيقول لي الباقه خلصت مش هنعرف نصور الحلقه. طب اقول لا، لك ايه ودينا طيب. بنصور الحلقه عادي اهو يا بيه، عادي اهو، شغالين اهو. صح، الحمد لله. يا رب الحمد ما تخلص لله. في عيب نص عليك الحلقه. بقى. عيب عليك بقى، مش هتخلص دلوقتي. لسه بدري، مش هتخلص دلوقتي. طيب خلينا نخش في الجانب الكويس من الروتين شوية. انت دلوقتي شايف ماشي. ايه زمان كان حاجة بتحصل روتينية يوميا وحشاك، نفسك ترجع تاني؟ الدراسة صراحة. يعني نفسك ترجع تاني الصراحة. لأيام المدرسة؟ اه. انا ما بطيقش نعمل المدرسة. المدرسة بالذات بتاعت آه، بتاعت ابتدائي، مش اعدادي ولا ثانوي، ابتدائي. اشمعنى؟ ما مش عارف ليه، بس كان ساعتها ممكن اقول لك الضغط النفسي اللي كان عليا، او مين انا بالذات، ضغط عليا انا، تمام، لنفسي. ماشي، مش من حد حواليا او كده. ده اللي اثر، فاهمني، في ثانوي وفي اعدادي وفي الجامعه. وبالذات في الجامعه الضغط دوت حصل، لكن ابتدائي ما كانش فيه ضغط، ما كانش فيه ممكن مسؤوليه قوي. تمام. كانت الدنيا لسه سيمبل. ده احنا جيل وحش فاهمني. أوي، يعني الفترة الحلوة الوحيدة اللي قضيناها كانت فترة ابتدائي، بعد كده اه. كله. اه. ده بالنسبة لي أنا في ناس ممكن تانية اتغيرت في حاجات تانية. مم. بس ابتدائي لا، الدنيا كانت عندي أحسن حاجة. وكانت بالنسبة لي مفيش الأفكار النكسة اللي احنا فيها دلوقتي. مم. فاهمني. مم. بس. اه طب انا ف بالنسبة لي الروتينات اللي زمان كانت بحبها ونفسي ترجع، مم. تجميعة العيلة. تجميعة العيلة كل مم. فترة دي من الحاجات اللي وحشاني، مع ان انا عارف ومتأكد ان انا لو رجعت مصر مش دلوقتي هتحصل. الحاجات دي مش موجودة. الحاجات دي مش موجودة مش هتحصل. بجد والله، أيوة. يعني هي كانت بتحصل زمان ودلوقتي مم. وما ما بقتش ينفع تحصل. فاهم؟ ده مع خناقات بقى، بتاع حوارات مش عارف على ايه. خناقات، على الناس الله يرحمها وحاجات كتيرة. فاهم؟ ده فدي من حقيقي الحاجات، فعلا يعني. دي من الحاجات اللي وحشاني. بس انا برضو يعني مقتنع في العموم ان هي دي دايرة الحياة عموما.
انت مم. بتجبر على ده. مم. وبعد كده يا اما بتحصل خناقات، يا اما ناس بتتوفى، يا اما ايا كان ايه اللي بيحصل. بعد كده بتبتدي انت بقى لما تمام. تيجي تبني عيلتك، انت بتعمل انت بقى مم. الروتين ده. تمام. فاهم؟ يعني هتلاقي مثلا مم. وقت معين هتاخد ولادك ومراتك تكلم اخك بقيت انت او اللي اختك. بتعملها انت. بقيت انت اللي مم. بتعمل الروتين. فاهم؟ هي ايوه. هي دي دايرة الحياة. فاهم؟ يعني انتوا مثلا لو كنتوا 3 عائلات قريبين من بعض، هيجي يوم هتلاقي كل ده اتغير، وكل واحد بقى ليه تجميعته. مم. العيلة تمام. اتغيرت. فاهم؟ انا تمام. شايف ان هي دي دايرة الحياة، فلو ما بزعلش، مم. بس لاني عارف ان انا هعمل ده بعدين. فاهم؟ فدي من الروتينات بس الحلوة، اللي اللي انت قليل قوي عايز لما ترجع تاني. بشوف ناس. وعارف مين اكتر ناس بشوفهم كده؟ بيشوف مم. ال- الشعب المكسيكي او الاسباني بشكل عام، بيقدسوا جدا حوار العيلة ده. بيهتموا بحوار العيلة. مم. اه، ودي لا، انا علشان شفتها العيلة انا. بتاعتهم كبيرة، العيلة بتبقى كبيرة يا اسطى. اه، العيلة بتبقى كبيرة، وبالنسبة ب- لهم الفاميلي دي خط احمر يعني. مم. يعني دي انا آه. شفتها لايف يعني. عزمت في مم. عزومات كبيرة كمان، بيبقى كل اللي موجودين عيلة واحدة. عيلة واحدة. نتكلم في مم. 50 60 نفر مثلا. ده الدخيل يلا اللي بينهم يلا. اه، انا كنت دايما ببقى الدخيل. لا، بس دي طيب. شفتها كتير بصراحة، طيب. وبحترمهم عشان الموضوع ده. مثلا هقول لك، لو انت هنتكلم على روتين، تفتكر في ايه الرياضة انت لعبتها كانت دي بالنسبة لك هي الروتين؟ باسكت. كانت بالنسبة لك ديت اللي انت اه، كانت. العشق. يعني انا بالظبط انا فاكر، انا دخلت مم. الاختبارات بتاعت تمام. الفريق. انا كنت بتمرن عادي مم. تمرين رياضة عادي جدا، لا هدفي فريق مم. ولا أي حاجة، بس دخلت الاختبارات بتاعت الفريق ماشي. بتاع النادي. مم. آه وفاكر ان انا ساعتها كنت شغال. يعني دخلت الاختبارات وبعد كده كنت شغال في الصيف، في تمام. اجازة الصيف بتاعت مم. المدرسة. وتالت يوم في الشغل جالي تليفون: انت اتقبلت في مم. الاختبارات. ما شاء الله. سبت ماشي. الشغل. والله سبت الشغل. ايه ده، ايه ده، ايه اه ده؟ والله، وسبت الشغل ودخلت الفريق، وكنت حابب قوي حتة ان انت في فريق باسكت دي، وكنا بنروح المطوشة والكلام ده كله والتمرين كل يوم. مم. كان الموضوع لذيذ. انا كنت حابب الفايب دي عموما. مم. انا آه، فاكر ان انا برضك لعبت برضك كورة قبل كده. تمام. كنت برضك في نادي، ودخلت النادي ودخلت الاختبارات بتاعته، بس ما اتقبلتش لسبب حاجة كده مش عايز ادخل فيها الصراحة علشان الاسم والكلام ده، بس مش مشكلة. مم. تمام. بسبب الحاجة ديت، المهم. فانا كانت بالنسبة لي كانت الكورة هي ديت بالنسبة لي الروتين، حرفيا الكورة كانت العيش. انا عمري ما هي حبيت الكورة وسواقة قوي. العجل. انا عمري ما حبيت سواقة الكورة. العجل يا انت جدع. عارف، والله اقول لك على حاجة انت ما جربتهاش؟ كورة. اه. الكورة لعبتها لعب كلابي كده، لكن بجد انا ما عمري ما حبيتها. عمري ما ليا خلق ان انا اقعد اتفرج على ماتش، او ليا خلق امم. ان انا انزل العب. ما اعرفش، ما بتجيش معايا. لا، انا دلوقتي انا لو مسكت كورة دلوقتي والعب تاني انا مش هرجع العب تاني. مش هعرف. مم. ما نسيت اي حاجة حرفيا، انا نسيت انا كنت بلعب ازاي اصلا. طب فاهمني؟ خليني ما ارجع اقول لك على حوار العجل ده. اه. انا يا باشا ما كنتش بعرف اسوق عجل خالص. اه. انا اتعلمته لما ده انا سافرت. احكي ده انا احكي لك على حاجة حصلت لي، حادثة آه، وانا صغير حصلت لي، ده مصايب. استنى كمل بس كمل اكمل لك. كمل. آه، مش بعرف اسوق عجل خالص. اتعلمته امم. لما سافرت لمجرد ان انا عايز وسيله مواصلات توديني الشغل وتجيبني. يا ما شاء الله. ما شاء الله. عايز اقول لك، خدت بتاع 5 6 حوادث عربيات تشيلني.
والها الله. وترجع بقى في لا المطر بالليل وتقع على الطريق، وكان لا السلام. كانت يا عسل. سلام. انا كنت كل يوم برجع البيت بعرج. فاللي هو اه ده والله انا ده لا انا ده أنا هقول لك فاهم. المصايب بتاعت العجل بالنسبه لي. ايه اللي حصل؟ مصايب العجل بقى بالنسبه لي انا بقى في كذا مصيبه. تحب تاخد اللي هي من اول سن كام مثلا؟ اديني من الاول خالص. انا مصايب من وانا عادي وانا صغير اصلا كنت بقعد قدام اخويا، تمام، على العجله حرفيا. تمام. خدت العجله بتاعتي. العجله بتاعتنا كانت بتاعت انابيب، عارف انت بتاعت الانابيب ديت. تمام. اه بس طبعا طورتها ايوه، كان دلوقتي اسمها وظبطناها ايه؟ كان اسمها ايه؟ مش فاكر كان اسمها ايه الصراحه. المهم عارف كان اسمها رمسيس باين، هي ولا مش عارف ليها. كان اسمها حاجة لا غريبة لا كده. لا 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 لا, لا. رمسيس ايه؟ اللي هو رمسيس ايه اللي جابه هنا؟ كان اسمها حاجة غريبة كده، مش فاكر. انا فاكر العجلة دي. آه مش فاكر. المهم فانا كنت رجلي قدام العجله اللي قدام، ماشي، حرفيا رجلي دخلت جوه العجله. اتاخد غرز كده، تمام، في العظمه اللي هي بتاعه الكعب، يا تمام. ربي. خدت كده غرز فيها. ديت اول مصيبه. تمام. كان اخويا هو اللي سايق، انا دخل العجله، تمام، ما بين العجله وما بين الايه الاكسين اللي بينزلوا علشان يسندوا العجله نفسها مم. مم. بتاعت الجاتون، مم. فاهمني؟ فدخلت ما بينهم. دي اول مصيبه. برافو يا عادي. بنو. تمام. هو ملوش ذنب، ما انا برضك اللي غبي، فاهمني؟ بس قشطه. قشطه يعني. برافو يا صاحبي. تمام. اخ الاكبر دي رزق، اول فاهم. مصيبه. لا 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 لا، ده يا اسطى، ده في حاجات ابقى انا بعملها فيا وانا صغير مش هينفع تتقال هنا. والله والله الحمد ما لله. يبانش عليه. لا 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 لا، ده عمل فيا مصايب يا اسطى وانا صغير. هو بيتعامل معايا انا طب كده اقول لك بس. على مصيبه تانية، اقول لك هو على مصيبه بيتعامل تانية معايا ابقى انا انا كده. بعملها. معلش بقى سامحني بقى بيبو بقى. تمام. اخويا دبس البتاع فيا. دبس ايه فيك لا مؤاخذة؟ البامبرز دبسه. ايه ده؟ دبسه. دبسه. انا فاهمك. انا فاهم. اللي حصل كالآتي يا صاحبي، ان هو كنت انا لسه بيبي، قال لك ماشي. مفيش لازق، طب اهو. ايوه ده حقيقي فعلا. وانا عمال بصرخ وهو مش عارف انا فيا ايه. تمام. ف في حاجات حصلت كده طب غريبة والله اقول قوي. لك على حاجه، تمام. بما ان احنا بنتكلم عن الاخ الاكبر. اه. انا كنا اه وانت الاخ راجعين. الاكبر. فكنا صح. راجعين انا واختي من المدرسه قبل كده. اه. واختي رابطه شعرها بتوكه. تمام. فمش عارفه تشيل التوكه شوكة ايه. انت. تمام. ف... اه. فانا بساعدها، مش عارف اشيلها. ماشي. يلا. عملت ايه؟ خليتها ماشيه بجنب، اقف جنب لا. امي يا داخله نهار ازرق. البيت لقيت نص شعر بنتها في الزباله. يا نهار ازرق. الله يكون في عونك، انا مش عارف انت مستحملها ازاي ده. للاثنين اللي عندك مش للثلاثه كمان، مش الاثنين بس. بس ده انا للثلاثه. ده انا قمر. يا نهار ازرق، مين الكذاب اللي قال لك كده؟ دي اكيد بس فريند اللي قالت لك كده. القرد في عين امه غزال. لا يا اسطى برضك يعني انا حوار العجله برضك كمان عندي في مصايب اكتر. تمام. العجله. تمام. انا عندي الفرامل اللي ورا ما كانتش شغاله. مم. تمام. وانا بجري بالعجله. تمام. فجيت احوت، عايز افرمل، اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ عملت بدل ما ايه؟ اطلع رجلي واحطها على العجله من ورا علشان اوقفها شويه، لا مم. قمت عامل ايه بقى بالفرامل اللي قدامه، وقمت عامل كده. دي. حرفيا وكنت رايح درس ومستعجل، تصدق فاهمني؟ باللي انا عملتها قبل كده لما كنت بسوق بالعجله عشان اتعلم. امم. امم. عملتها على منزل كوبري.
يا نهار ازرق خدت الكوبري لحد يا تحت. اسطى، انا تقريبا امي ما ده انت تعرفش ده الحادثه دي لحد دلوقتي. دي اوسخ حادثه حصلت لي على العجله. لما انزل خد كوبري بوسه. ولقيت العجله بتجري وانا مش عارف اسيطر عليها، رحت مفرمل اه الفرامل اللي قدام بس. طخ 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 نزلت الكوبري لا، كله. هو في الحالة ديت انت بتعمل كده بالظبط، انت بتعمل كده. ايوه هي سنتين كده بتديها صدمات كده اللي هو بتبطئ العجله. بس. لكن مش بس توقفها كلها. انا لا مش جبت اخرها توقفها، رحت. لا انت توقفها اه خالص ديت، انت كده خلاص بقت اه الى حد ما يعني. بس اه، هو وبمناسبة. مكان الشغل كان تحت الكوبري، انا وصلت له متدقلق. اخيرا وليس اخرا، خلينا ايوه. نقفل الحلقه عشان الحلقه باظت تقريبا. اه، ماشي. الحلقة كانت ميتة أوي النهاردة. تمام، آه بس مش آه عارفين ده ليه. بس كل اللي انا عايز اقوله عن موضوع الروتين، لو احنا اصلا اتكلمنا عن الروتين بشكل كافي. احنا ما اتكلمناش بشكل كافي. تمام. كمل. إيه، الروتين نفسه مش حاجة وحشة، بس هو حاجة وحشة لما يكون هو اللي مسيطر على حياتك. لما الروتين نفسه يكون هو اللي مسيطر على حياتك، هو ده اللي يبقى فيها. لما يكون الروتين نفسه مخليك مش عارف تعمل حاجة، مش عارف تخرج، مش عارف تشوف صحابك، مش عارف تعيش عموما. حتى لو مم. الشغل مش حياتك كلها، الشغل جزء، وسيلة مش أكتر. آه لازم الروتين ممكن تستعمله، ممكن يبقى موجود في جزء، ما ينفعش يكون كل حياتك. أنا واحد ما بيحبوش، ما بطيقش حاجة اسمها روتين. بس لو اتحطيت في موقف ان لازم اواظب على حاجة، لو اتحطيت في شغل معين ان انا لازم اكون موجود هناك الساعة كذا كل يوم، ده ممكن استعمل الروتين في حتة الانضباط في الوقت. بس خلال الشغل مم. نفسه ما يكونش فيه روتين، وده اللي بيهون. كل حاجة بيشيل حاجة، لازم كل حاجة تكون متوازنة. ما ينفعش كل حاجة تكون يمين قوي، ولا ما ينفعش كل حاجة تبقى شمال قوي. لازم توازن في كل حاجة في حياتك. وانا شايف ان الروتين مفيد، بس برضه مضر. يعني زي ما بنقول كل شيء زاد عن حده بيتقلب ضده. ما ينفعش تبقى حياتك كلها روتينية، وما ينفعش تبقى حياتك كلها سايبة وفوضوية. بس آه تعملوا اللايك والسبسكرايب، وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات عن الحلقة دي، وقولوا لنا أفكار للحلقات الجاية. شكرا جدا، ونشوفكم الجمعة الجاية في حلقة تانية من قهوة بلدي.